طريقة عمل البسارية عشان تكون مفلفلة زي ما انت شايفة كده. اول حاجة طبعا بتقطعي الراس بتاعتها، وانت نازلة بتاخدي مع الراس البطن بتاعتها. بتستخدمي بقى ايد بتاخدي بيها البسارية، والايد التانية ايه بتفلفلي بيها البسارية في الدقيق. ما بتحطوش كتير عشان لو حطيته طبعا كتير بيتعجن في بعضها كده، ما بتكونش كل واحدة لوحدها. باحط بقى كمية على قد الآلية في الطاسة، ما ينفعش اعملها كلها مرة واحدة لأ. لو عملتها كلها مرة واحدة طبعا الرطوبة بتاعتها برضو بتمسكها ايه، بتمسكها في بعضها تاني. ايد طبعا بمسك بيها البسارية، احطها في الدقيق، والايد التانية بفلفل بيها، علشان خاطر ايه لازم ايد وايد. ايد تاخدي بيها البسارية بدل اللي هو المعلقة دي. بعد كده بقى بتحطيها في زيت يعني واحدة واحدة كده، بحيث ان انتي ايوه يعني ايه ما تحطهمش كبشة كده مع بعض، لا هتحاولي تفلفليهم برضو وانت بتحطيهم. ادي البسارية بقى بعد ما خلصناها تحمير، وبألف هنا وشفا. ما تنسيش بقى صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وتكتبي لي رأيك ايه في الطريقة. وما تنسيش اللايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد.